حفزت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي لاعبي الفريق الأول بمكافآت خاصة في حال تحقيق الفوز على وادي دجلة في محاولة لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة التي تمثل منعطفا مهما في مشوار الفريق بالدوري الممتاز. وقدم محمد رائف رئيس اللجنة التهنئة للاعبين بقدوم شهر رمضان، وطالبهم بإسعاد جماهير الإسماعيلي في المباريات المقبلة وبذل كل الجهد لتحقيق الانتصار، مؤكدا أن اللجنة ستقف خلف اللاعبين بكل قوة للحفاظ على اسم النادي الإسماعيلي. وأشار المهندس وليد فؤاد أمين الصندوق أن اللجنة تبذل كل ما في وسعها لتوفير احتياجات الفريق، ويتبقى تحقيق الانتصارات للخروج من الموقف الحالي. ويستضيف الإسماعيلي نظيره وادي دجلة في 9 مساء الجمعة في لقاء يسعى خلاله الدراويش إلى تصحيح المسار والهروب من دوامة النتائج السلبية التي أثرت على موقعه في جدول ترتيب الدوري، وسط رغبة قوية في استعادة ثقة الجماهير. ويعمل طارق العشري على استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد 3 نقاط ثمينة قد تمثل نقطة انطلاق جديدة لفريق الدراويش، خاصة في ظل تعهد الإدارة بتلبية جميع احتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة. ويقبع الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط من 16 مباراة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مباراة، مما يزيد من أهمية المواجهة لكلا الفريقين في صراع تحسين المراكز بجدول الدوري العام.